السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين الطبق اللي يفتح النفس ده؟ ده طبق يعني خطير بجد بجد، جنب اي حاجة بيقول انا موجود وبيثبت وجوده. بجد طعمه خطير وبيفتح النفس وحاجة كده يعني جامدة جامدة بصراحة يعني. يلا بينا نشوف عملنا ازاي طبق البتنجان المخلل والفلفل المحمر ده، ويلا بينا نشوف عملنا ايه. عندي بتنجان وفلفل بكذا نوع، الهالبينو الاحمر ده اللي هو الشطة ورومي واخضر شطة كمان، ومعايا كمان البتنجان على حسب الكمية اللي انتوا حابينها. يعني هاتوها واعملوها بنفس الطريقة اللي احنا هنمشي عليها دي. عايزين تعملوه في علبة وتحطوه في التلاجة بينفع، بيقعد معاكم كام يوم. بيبقى طعمه لطيف قوي جنب اي اكل. انا فصلت هنا الفلفل اللي هضربه في الكبة علشان اعمل بيه التتبيلة بتاعة البتنجان، يعني الخلطة اللي هي بتاعة الفلفل والثوم والبهارات اللي هتتحط. انا حطيت دلوقتي فلفل في الكبة، وبعد كده حطيت معاه توم، يعني انا كان عندي توم مفروم في التلاجة، وهحط عليه الملح على حسب بقى الحدق بتاعكم. ما تحدقوش قوي عشان حاجه لما بتبقى حادقه قوي كمان طعمها مش بيبقى لطيف، يعني خلوه مظبوط بقدر الامكان. بس كده. بعد كده هروح حاطه بقى بقيه البهارات. بعد الملح هحط بقى كمون معلقه حلوه كده كبيره على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها بتاعه التتبيله يعني، وكزبره ناشفه مطحونه، وشويه خل كده حلوين، وليمون بقى هعصر يعني كام ليمونه، بس مش دلوقتي، بعد ما اضرب الحاجه دي ضربه خشنه في الكبه، ما تكونش ناعمه قوي. تمام، يعني اكن انا دقاها كده بالهون. بس كده. دلوقتي بقى انا حضرت معايا التتبيله بتاعتي، الدقه يعني بتاعه البتنجان. هبتدي بقى ان انا اقلي البتنجان. انا بشطفه وبشيل منه البتاع اللي فوق دي، وبغزه غزه كده بحيث ان انا يعني ما افتحهوش في الزيت وهو بيتقلي، يعني احطه كده ما يكونش مفتوح. بس انا حطيتهم يتقلوا، وكل ما بيقلي جنب يعني بيتحمر جنب بروح قلبه على الجنب التاني احمره. تمام كده. بس بحيث ان احنا برضو ناخد بالنا الراس دي بمجرد ما هتحمر يبقى هو كده خلاص دخل في السوا. لو لسه بيضة او صفرة لا يعني بلاش، علشان بس ما نسيبهاش تسود قوي مننا ويتحرق مننا بعد كده. الفلفل بقى انا حطيته، ما بياخدش وقت الفلفل، يعني لازم ما يتحمرش اصلا، يعني هو يدوبك ياخد وشين كده زي ما احنا شايفينه وبس، وبطلعه على طول. يعني لازم يبقى فيه قطمة كده، هو حلاوته وطعمه بجد في القطمة بتاعته. برضو الرومي زيه بالظبط. بعد ما خلصت الدقة بتاعتي بقى هنا هبتدي ان انا اتبل البتنجان بتاعي والمخلل بتاعي. هحط الليمون، كام ليمونة حلوين كده على الدقة كلها، غير الليمون اللي هعصره بره الدقة على المخلل نفسه، طبق المخلل نفسه. بخلي من جوه ومن بره. تمام. بقلب بقى دلوقتي الخلطة كلها. ما شاء الله الكمية دي عملت لي برطمان كبير، هنشوف مع بعض دلوقتي. والبرطمان ده بيبقى فيه كل حاجة. دي بقى عندنا في التلاجة لو عملناها بس لوحدها بتنفع معايا في كل حاجة. ممكن نشيل منها بس الخل، يعني بحيث ان هي تبقى معايا في اي اكله بقى، كبده في اي تتبيله بتتحط على الكبده، برده كبده بسمنه يعني محمره اي حاجه. بصوا البرطمان كبير ازاي معايا ما شاء الله، فعملت معايا كميه حلوه بصراحه يعني ما شاء الله اللهم بارك. بس كده. هبتدي بقى ان انا اتبل البتنجان بتاعي. هفتح البتنجانية زي ما احنا شايفين كده بالراحة، بحيث ان هي تبقى مفتوحة كده، واحط التتبيلة بتاعتها من جوه، تتبيلة الدقة يعني بتاعة التوم والفلفل من جوه. بس كده. بحاول ان اظبطها، ما احطش كتير قوي برضو عشان الحاجة ما تكونش مالحة يعني في بقي، او مخلل رخم شوية، ما يبقاش مقبول يعني ان هو يتاكل. بس بظبط بقى. بصوا البتنجان بحشيه كله، وبعد كده الفلفل بحط عليه معلقتين كده واقلبه في بعضه. بس يعني بعمله كده بايدي كده في بعضه، بحيث ان التتبيله برضو تطوله كله، طول الفلفل كله. بمسك بقى الليمون وبروح عاملاه كده على المخلل كله، طبق المخلل زي ما احنا شايفين. ويا سلام بقى مع طعميه سخنه، ولا مع بصاره، ولا مع باميه ويكا، ولا مع ملوخيه، ويا لي في اكلات كتير جدا جدا جدا. ما تعدوش وما توصفوش. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم